ازاي تجيب انترنت مجاني في البيت بدون ما تشحن رصيد؟ ناس كتير بتسأل يا بروف عن الانترنت المجاني. هل في طريقة نجيب بيها انترنت ببلاش، سواء بقى برنامج او حاجة هاكر كده؟ هقول لك على حاجة صغيرة. اتفضل يا بروف. مفيش حاجة اسمها برنامج بيجيب لك انترنت مجاني. يا ساتر، ولا حتى هاكر. كل برامج الهاكر والثغرات ما بتطولش وبتتقفل وغير قانونية وممكن توديك ورا الراوتر، وانت عارف الراوتر داخل فيه كابلات كتير، وشركة الانترنت اللي لو قفشتك هتحطك مكان الراوتر. لا يا بروف، لا، منتج يا بروف، ما هي دي الحقيقة، ولا عايز نضحك عليك لغاية لما تلاقي نفسك بتعمل داونلود بدل ما تعمل بيبي؟ طب وايه السبب انه مفيش برنامج نت مجاني يا بروف؟ حضرتك الميجا اللي خارجة من موبايلك دي بتعدي على ابراج اتصالات وسنترالات وكابلات افقيه وارضيه وسيرفرات وكابلات في المحيطات ومرتبات موظفين ومهندسين وعمال. ياه، حضرتك بقى يا استاذ عايزهم يدفعوا لك من جيبهم كل ده علشان في الاخر تتفرج على هكونا ماتاتا؟ يعني مفيش نت مجاني يا بروف؟ مفيش نت مجاني يا استاذ. طب مفيش برنامج بيخترق الواي فاي يا بروف؟ اصل حوالين الشقه عندي شبكات واي فاي كتير وعايز حاجه اجيب بقى نت من الجيران، وانت عارف يا بروف، جار للجار. ما هو انتوا كده ما تفتكروش الجار الا وقت المصلحه. شوف يا استاذ، كان في برامج وما زال موجود منها على متجر جوجل بلاي بيعمل حاجه اسمها WBS تيست، ودي خاصيه موجوده في الراوترات بتمكنك تعمل اتصال للواي فاي على الراوتر بدون باسورد. فكانت الناس بتستغل التطبيقات دي في عمل اتصال على واي فاي الجيران والاماكن العامه زي القهاوي والكافيهات. اما دلوقتي فالراوترات الجديده بقت الخاصيه دي بتيجي مقفوله اوتوماتيك لانها ضعيفه الحمايه ولا يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي يا استاذ البرامج دي ما بقتش تشتغل خلاص، لانه التشفير كله دلوقتي بقى WBA فيرجن 2 بدلا من WBS القديمه. واختراق بقى النوع ده من التشفير محتاج حوار كبير جدا هبقى اكلمك عليه بعدين. يعني جاري يا جاري ما تلعبش في راوتري موبايلي ده، في حد يقدر يرن عليه رنه يقوم مهكر موبايلي ويسرق كل بياناتي من عليه؟ ولا حد يقدر يعمل كده يا استاذ. مفيش داتا اصلا هتتنقل بمكالمه تليفون، ولا منه ولا منه. افهم منك كده يا بروف انك بتنكر برنامج بيجاسوس اللي عامل ضجه في اختراق الهواتف بمكالمه تليفون. اللي انا شايفه يا استاذ ان برنامج بيجاسوس ده كدبه كبيره جدا مروج لها اللي ما يتسموش علشان يروجوا لفكره تفوقهم التكنولوجي. واشمعنى بتقول كده يا بروف؟ يا استاذ لو في برنامج زي كده ما كانتش اي دوله احتاجت لجواسيس، وكان زمانهم معاهم بيانات واسرار مش بس المواطنين لكن كل رؤساء العالم. على الاقل كانت امريكا عملت كده بدل ما تطلب من فيسبوك الكشف عن بيانات اكتر من 70,000 مستخدم على الفيسبوك السنه اللي فاتت بس. وده مش كلامي، ده كلام فيسبوك نفسه. يا ولاد اللذينه، يعني كل ده مضحوك علينا ببيجاسوس يا بروف، زي ما مضحوك عليك بحاجات تانية كتير يا صديقي. تفتكر يا بروف لو رايح اشتري موبايل جديد وعايز اجيبه بارخص سعر ممكن اعمل ايه؟ شوف يا استاذ، هتشتري الموبايل بتاعك من اي مكان يعجبك، سواء بقى من جوميا وامازون او حتى من بيتك وتوبي. بس قبل ما تشتري تعمل اكونت على تطبيق وفر اكس، هتاخد مكافأة فورا $2.50 في حسابك من وفر اكس، وبعدين تختار المتجر اللي هتشتري من عليه وتكمل عملية الشراء. هيرجع لك جزء من الفلوس اللي دفعتها في سعر الموبايل. والكلام ده للموبايلات بس يا بروف؟ لا طبعا يا استاذ، وفر اكس مجمع لك اكتر من 450 موقع وفرع في مكان واحد، وبيرجع لك جزء من اي مبلغ بتدفعه وانت بتشتري منه. عظيم خالص. ملابس بقى، اكسسوارات، والاجهزه الكهربيه وادوات العنايه والتجميل وغيرها من كل المنتجات اللي تتمناها. طب وهسحب ازاي فلوس الكاش باك اللي رجعت لي يا بروف؟ بسيطه خالص، اول لما حسابك يوصل $5 فيما فوق هترجع لك الفلوس على اي وسيله تختارها في تاريخ الكاش اوت اللي بعده. محفظه بقى زي فودافون كاش، حساب بنكي او بطاقه ائتمانيه، او حتى عن طريق فوري. انا مثلا هيوصلني 544 جنيه كاش باك يوم 15/2 على محفظتي من مشتريات الفتره اللي فاتت. ما تنساش بقى تستخدم اللينك اللي تحت الفيديو ده، وما تنسانيش بس لما تيجي تقبض. لا طبعا مش هنساك، كتر خيرك يا بروف والله. طب لو افترضنا يا بروف ان الموبايل ده اتعرض للاختراق، هل لو عملت له فورمات بيمسح اي اختراق؟ ما هو على حسب الاختراق ده نوعه ايه. يعني ايه يا بروف؟ يعني لو حد مهكر حساباتك على السوشيال ميديا مثلا ومعاه بيانات تسجيل الدخول زي الايميل والباسورد، هيفيد بايه بقى فورمات الموبايل؟ ما هو كده معاه البيانات بتاعتك وسارق حساباتك. امال الفورمات هيفيد بايه يا بروف؟ الفورمات هيمسح بس لو في برنامج خبيث على موبايلك استخدمه الهاكر في اختراقك، اما الحاجات اللي اتسرقت فهي خلاص مع الهاكر وعليه العوض وعليه العوض. وبعد يا بروف ما عملت فورمات للموبايل، هل في برنامج حلو كده يرجع لي الصور والملفات اللي اتمسحت؟ كلمه واحده اسمح لي اقولها لك في الموضوع ده،
مفيش. وما تتعبش نفسك وتقعد تجرب في برامج ملهاش لازمه على الفاضي. يعني كل اللي اتمسح انساه. ومحادثات الماسنجر والتليجرام اللي مسحتها بالغلط يا بروف دول ليهم بقى حل من الاخر، انساهم كمان مع اللي قبلهم. عنيف قوي البروف ما عندكش فكرة. ممكن يا بروف تقول لي اشهر طرق اختراق الموبايل 1 2 3 باختصار؟ 1 انه حد سواء بتثق فيه او ما بتثقش فيه يمسك موبايلك لمده دقيقه واحده ويحط عندك برنامج اختراق او برنامج من برامج المراقبه ويروح على الكمبيوتر بتاعه وياخد اللي هو عايزه من عندك. والحل ما تثقش في حد. تاني حاجه حد يبعت لك برنامج من فيروس في رابط في رساله وحضرتك تنزل البرنامج ده وتسطبه ويعمل معاك زي ما عمل فوق. والحل ما تسطبش برامج من مصادر مجهوله. تالت حاجه ما تستخدمش واي فاي في اماكن عامه زي المطارات ومحيط البنوك والكافيهات والفنادق. استخدم الداتا اضمن ودايما خلي البلوتوث مقفول طول ما انت ما تستخدموش. الله عليك يا بروف، شرحت وفصصت ولخصت. ما تنساش بس تقفل البلوتوث بتاعك. طب يا بروف خد مني بقى الكام سؤال دول ورا بعض. هل في برنامج بيخزن الانترنت عشان استخدم الانترنت بدون باقه او لما النور يقطع؟ يا استاذ اللي يسال السؤال ده المفروض يروح يتعالج نفسيا، علشان لو سيبناه على حالته دي هيفتكر ان فيروس الموبايل معدي للانسان. طب في برنامج بيزود الرامات؟ لا. طب بيزود مساحه الذاكره الداخليه؟ لا. طب برنامج بيسرع الموبايل؟ والله لا. طب حتى بيسرع الانترنت؟ برضه لا. انت ليه مصمم تتغفل وتنزل برامج نصابه تسرق بيانات عني؟ يا بروف عايز اسرع اي حاجه بوس ايدك، الموبايل بيكح تراب. يا سيدي هات له دواء كح، لكن شيل من دماغك فكره انه برنامج بيسرع حاجه او بيزود حاجه. الكلام ده مش حقيقي. المتحكم الاساسي في قوه الموبايل هو الهاردوير، معالج، رامات، ذاكره داخليه. الموبايل مش تمام معاك، مفيش غير انك تشتري موبايل تاني بامكانيات اعلى. ولما اشتري موبايل جديد يا بروف اخلي بالي من الرامات ولا المعالج؟ المعالج رقم 1 في الموبايل، بعد كده الرامات، بعد كده نظام التشغيل اللي هيوفق ما بين كل امكانيات الموبايل. واعرف من فين ازاي اختار امكانيات الموبايل يا بروف؟ ودي محتاجه كلام يا استاذ. هتلاقي على القناه سلسله فيديوهات خبير موبايلات شرحت فيها كل حاجه في الموبايل بالتفصيل الممل الغير ممل. لا كده يا بروف عداك العيب وقوس قزح. الباقه يا بروف، الباقه بتخلص بسرعه. مفيش عندك طريقه كده اتحكم بيها في استهلاكي؟ شوف يا صديقي، قبل ما اقولك هتعمل ايه علشان تتابع استهلاكك، عايزك تعرف كويس قوي انه اكتر حاجه بتستهلك من الباقه هي الفيديوهات، واكتر فيديوهات بتستنزف الباقه هي ريلز والمقاطع القصيره على تيك توك ويوتيوب وانستجرام. طبعا هتستغرب، هقولك على حاجه حلوه. لو جيت فتحت الواي فاي وفتحت التيك توك مثلا، الفيديو اللي انت تتفرج عليه اول لما فتحت التيك توك بيقوم التيك توك يحمل بعده حوالي 7 فيديوهات كمان، علشان لما تيجي تقلب من فيديو لفيديو ما ياخركش في تحميل الفيديو اللي بعده. فبالتالي شوف علشان تتفرج على فيديو واحد بس استهلك منك داتا ل7 فيديوهات كمان. ولو مش مصدقني جرب كده تقفل الواي فاي بعد ما تتفرج على فيديو على التيك توك وكمل تقليب، هتلاقي الفيديوهات شغاله معاك عادي. ونفس النظام ده بيحصل معاك على باقي المنصات اللي بتقدم فيديوهات قصيره. عرفت بقى ليه الباقه بتاعتك بتخلص بسرعه؟ نخف شويه من الريلز بقى. اما لو عايز تراقب استهلاكك على الموبايل للداتا والواي فاي مفيش قدامك غير تطبيق ماي داتا مانجر. تطبيق مجاني وبدون اعلانات نهائيا وتقدر تحمله من جوجل بلاي. هتحمله وتديله كل الصلاحيات، هيظهر معاك في الاشعارات استهلاك الواي فاي والداتا من تاريخ تحميلك للبرنامج. وينفع كمان من اعدادات البرنامج تخليه يعمل لك تحذير لما استهلاكك يتخطى حد معين انت بتحدده. بصراحه يا بروف مفيش قدامي بعد الكلمتين دول الا ان اعمل لك متابعه وسبسكرايب يا بروف، بجد معلومات عظمه. هو انت لسه شفت حاجه يا استاذ؟ خش عليها باللي بعده. عندي ابن كده صغير بسم الله ما شاء الله عليه، عبقري ما بيقومش من على الموبايل، بس عايز اطمن عليه وهو بيستخدم الموبايل. اولا كده يا استاذ ابنك ده مش عبقري ولا حاجه، وكون انه طفلك بيقضي وقت كتير على الموبايل فده في حد ذاته خطر كبير على مخه وهرموناته. ولا الموبايل هيخليه ذكي ولا هيطور من قدراته ولا اي حاجه، انت بس من كتر ما بتديله الموبايل عشان تلهيه عنك للاسف ادمنه. خلي طفلك يتعلم حاجه مفيده يا استاذ في الحياه الواقعيه، خليه يمارس رياضه وانشطه تعليميه، هي دي اللي هتخليه عبقري وينمو نمو صحي. عندك حق والله يا بروف. اما برامج المراقبه الابويه المجاني منها هو برنامج جوجل فاميلي لينك وتقدر تحمله من جوجل بلاي. اما لو عايز حاجه فيها اوبشنز اكتر تقدر تستخدم البرنامج نت ناني او ايردرويد بارنتال كنترول، ودي برامج باشتراك شهري وتقدر تتابع ابنك من الموبايل والكمبيوتر، او تراقبي جوزك يا مدام يا اللي بتسمعينا، وربنا يقدرنا على فعلك. امين يا رب، امين يا رب. دلوقتي يا بروف لو موبايلي اتسرق وعايز اعرف مكانه، في حل؟ معاك علبته؟ معاك فاتورته؟ ارميهم بقى.
ما عادش ليهم لازمه. ليه كده يا بروف؟ خلاص يا عم، خد علبته واطلع اعمل محضر في اسم الشرطه، بس وانت راجع في السكه اشتري لك موبايل جديد علشان الموضوع هيطول معاك شويه، والموبايل اللي اتسرق هيرجع يا بروف، انت ونصيبك بقى. طب لو اشتريت موبايل مستعمل ممكن تقول لي خلي بالي من ايه؟ اول حاجه طبعا تتاكد انه مش مسروق، ودي اعرفها ازاي بقى يا بروف؟ اشتري موبايل يكون معاه الكرتونه بتاعته، وتاكد انه السيريال على الكرتونه هو نفس سيريال الموبايل، ده هياكد لك بنسبه كبيره انه مش مسروق. تاني حاجه، اول لما تحط شريحتك فيه اتصل بخدمه العملاء، قول لهم عايز اعرف هل الموبايل ده متبلغ عنه بسرقه ولا لا. وتاني حاجه يا بروف، انه الموبايل مش معمول له روت، ودي تعرفها من برنامج روت تشيك، لانه ممكن يكون اللي قبلك حاطط عليه برنامج يهكرك ويراقبك منه من الروت، وكمان الروت بيخرج الموبايل من الضمان علشان البائع ما يضحكش عليك ويقول لك ده لسه فاضل شهور في الضمان. ابو تالت حاجه، ما تشتريش موبايل مستعمل بقاله اكتر من سنه. اشمعنى يا بروف؟ علشان هيبقى اداؤه اضعف وعمر افتراضي اقل، ومش هينزل له تحديثات سوفت وير رسميه من الشركه، ولما تفكر تبيعه تاني هتخسر فيه كتير. طيب بالنسبه للواتساب الذهبي او برامج الواتساب المعدله، فيها خطوره عليا؟ عارف المشكله يا استاذ؟ ان كل الناس زمان كانوا بيخافوا من فبركه الصور وسرقه البيانات وانتهاك الخصوصيه، دلوقتي بقى بيروحوا يدوا صورهم بنفسهم لتطبيقات بتعمل الصور بالذكاء الاصطناعي وينزلوها على الفيسبوك، والتطبيقات دي هدفها تلم صور ناس حقيقيه لاغراضها الخاصه. يستخدموا بقى برامج معدله غير رسميه زي الواتساب الذهبي، وما يعرفوش ان بياناتهم وصورهم وكل خصوصياتهم بتعدي على سيرفرات تانية في الطريق يملكها اشخاص مجهولة قبل سيرفر الواتساب الحقيقي، والسيرفر اللي في الطريق ده يعلم بيعمل ايه في بياناتك وصور. يا بروف، ده الموضوع طلع كبير قوي، كبير جدا، والناس للاسف بتستهون بالبرامج دي علشان سيادته عايز يكون الفتى الغامض على الواتساب. يعني بلاش واتساب ذهبي ولا حتى الفالصو، الصور على كارت الميموري يا بروف بتتمسح لوحدها، وفي ملفات بتختفي. ده هاكر ده ولا ايه يا استاذ؟ كارت الميموري بتاعك اللي بايظ ومضروب، بعد كده اشتري كارت نظيف مش من سوق الجمعه، ومفيش حاجه اسمها الكارت متفيروس، مش كمبيوتر هو. تقصد ايه يا بروف؟ اقصد فيروسات الكمبيوتر مش بتشتغل لما تتنقل للموبايل، بالتالي لو نسخت فيروسات من الكمبيوتر على كارت ميموري وبعدين وصلتها بالموبايل فالفيروس مش هيأثر على الموبايل. محتاجين منك نصيحة تقدمها للمشاهد في نهاية الحلقة يا برو. خف سوشيال ميديا وانتبه لحياتك الواقعية، اتعلم مجال جديد العالم محتاجه تدير بيه لنفسك دخل إضافي. لو وفرت كل يوم جيجا واحدة من الباقة هيبقى معاك آخر الشهر 12 جيجا إضافية. الله، ازاي يا برو في الشهر 12 يوم؟ عندك حق.